اهلا بيكم في تسليم جديد من شركه السويفي. احنا النهارده في الهرم حبينا نوريكم شغلنا زي ما اتعودنا دايما ان انتم بتشوفوه، بتقولوا لنا كومنتاتكم وبتقولوا لنا رايكم على طول ونشوف احنا بنقدر نوصل لمستوى ايه. الشقه هنا كانت على الطوب الاحمر من حوالي شهرين بالظبط، والحمد لله بفضل الله قدرنا نخلص شغلنا فيها ونعمل فيها شغل سريع، والحمد لله رتبنا امورنا وعملنا التاسيسات بتاعتنا كهرباء وسباكه، وبعد كده عملنا المحاره، وبعد كده عملنا السيراميك، وبعد كده عملنا الجبسن بورد، وعملنا النقاشه، وبعد كده عملنا ركبنا الابواب بتاعتنا، وعملنا الفينيشات بتاعتنا، فينش الكهرباء، فينش السباكه، والحمد لله خلصنا على خير. من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها في الشقه دي كان اللي هي يعني ما عملناش ديكورات، يعني ما عملناش ديكورات غير في السقف بس، وقلنا نحاول نبطل بديل الخشب وبديل الرخام. طبعا الناس كلها بتطلبه منا، بس قلنا اقنعنا العميل هنا ان هو ما يعملش الكلام ده، وقلنا نشوف الفرق بين الهدوء وما فيش زحمه في الديكورات، والفرق طبعا بين الديكورات الكتير والجبس والبديل الخشب وبديل الرخام الفيوتك الحاجات الجديده، ونشوف نرجع تاني للحاجات الهاديه تاني ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. انا من وجهه نظري الدنيا هاديه وشكلها جميل جدا وظريف، هو ديكورات في السقف بس الجبسن بورد، وكمان عملناه فلات واعتمدنا على الليد بروفايل، واعتمدنا على الظبطات بتاعتنا بالتوسيعات، وعملناه الشغل كتير. كان عندنا هنا من الحاجات الحمد لله اللي هي كانت موفقه برضو الالموتين الدبل ازاز والبي اس الكبير زي ما حضراتكم شايفين. الصوت هنا زي ما حضراتكم شايفين هنا فرح العمده اهو بره، والدنيا بصراحه زيطه جدا في الشارع عشان في خاطر فرح بره، فزي ما حضراتكم شايفين عملنا الشكل ده بالهدوء ده، والازاز مانع للصوت بنسبه كبيره جدا، مش عامل ازعاج جوه الشقه. السيراميك كان من الحاجات اللي كنا موفقين فيه، عملنا الليزر كات، والحاجات دي من الحاجات الاقتصاديه اللي تقدر توفر معانا في الفلوس. الباب المصفح زي ما حضراتكم شايفين كان بالشكل ده قريب جدا من بيبان الغرف، الشكل جميل جدا. مفاتيح الاناره بتاعتنا 24 خط زي ما حضراتكم شايفين بالقاطع، وعملناها ورا الباب على طول علشان خاطر تبقى شكلها يعني مخفي شويه مش باين. المطبخ برده من الحاجات اللي عملناه وكنا موفقين فيه، عملنا السيراميك ده جبناه مش غالي قوي، وعملنا فيه الديكورات دي هيبقى بين الوحدات بتاعه المطبخ، وطبعا وزعنا البوتاجاز، الثلاجه، الغساله، كل حاجه متوزعه بالشكل المناسب ليها، مش فيش اي معوقات. عندنا هنا الحمام الضيوف زي ما حضراتكم شايفين، حمام هادي جدا، والسيراميك بتاعه كان من الحاجات الهاديه جدا طبعا وشيك. القعده والحوض المعلق زي ما حضراتكم شايفين، المرايه من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها هنا كمان. الباب بيبان الغرف، بيبان الغرف دي مش تركي، بيبان الغرف دي احنا اللي عاملينها، جبنا الواح الام دي اف زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا منها الحلو بتاعتنا، وعملنا البار زي ما حضراتكم شايفين من بره. الباب بيبان ان هو تركي بس هو مش تركي، بس بصراحه محمل وكويس جدا وشكله جميل، ما بتحتاجش دهانات ولا غيره. هو اللوح بيجي زي ما هو، بتختار اللون بتاع اللوح الاول، وبعد كده بيجي يركب على الخشب بتاع الباب، وبيبقى شكله شيك جدا ومش مكلف زي بقيه البيبان. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين الغرف، طبعا الناس بدات تفرش، بس طبعا احنا بنحاول نصور قبل ما يفرشوا علشان خاطر احنا بنحاول نظهر شغلنا احنا وشغل التشطيبات اللي احنا عاملينه. طبعا هنا مكان السرير، هنا مكان التسريحه، ومكان الدولاب، وكل حاجه منسقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا عندنا هنا كمان الحمام الرئيسي من الحاجات اللي كنا طبعا عاملينها شكلها هادي جدا وشيك زي ما حضراتكم شايفين. عملنا الشاور الازاز الشفاف اللي هو بيبين جمال الحمام وشياكته، وما بيخليش الحمام يبقى شكله ضيق او بيصغر معانا حجم الحمام. القعده زي ما حضراتكم شايفين، والحوض زي ما حضراتكم شايفين بالمرايه بكل تفصيله موجوده في الحمام، شكلها شيك ومنظم ومنسق، علشان خاطر الحاجات دي من التاسيس بتبقى ضروريه جدا ان انت تقدر توزع كل حاجه في مكانها المناسب، عشان انت ممكن تروح من الحوض جنب الباب وتيجي تفتح تلاقي الباب معاكسك او الكلام ده كله. كل ده بتبقى متاخده مقاسات صح وبنمشي عليها، والمهندس اللي واقف مسؤول طبعا بيبقى كل التفاصيل دي مركز عليها جدا. هنا مكان السخان كل حاجه في مكانها بالظبط، لما تيجي تفنش بعد كده بتلاقي الحمد لله رب العالمين كل حاجه منسقه بالمكان بتاعها اللي ما فيهوش اي اختلاف.
الغرف برضو زي ما حضراتكم شايفين البيبان، زي ما نوهت من شويه ان البيبان طبعا احنا اللي عاملينها بالشكل ده، وما خدتش دهان ولا حاجه، هو ده لون اللوحه اصلا اللي احنا شاريينه بالشكل ده. وفي اشكال تانية كتير ممكن تختار منها، يعني على حسب الديزاين والشكل اللي انت بتعمله بتختار اللوح بتاعك قبل ما بينفذه في الباب. الغرف هنا طبعا وزعنا الغرف، هنا مكان سرير وهنا مكان سرير زي ما حضراتكم شايفين، هم بداوا يفرشوا. هنا مكان الدولاب وهنا مكان التلفزيون، كل حاجه منظمه ومنسقه. طبعا هنا الغرف ما استخدمناش الجبسن بورد، استخدمنا البيوتك بالشكل ده والهدوء، علشان خاطر مش التكلفه برضو هتحاول تظبط معانا شويه وما فيش اي يعني نوفر شويه في موضوع التكلفه. عندنا هنا الغرفه الثانيه غرفه اطفال برضو، وفيها سرير اطفال وفيها دولاب، فيها التلفزيون بالشكل ده، فيها كل حاجه منسقه برضو ومنظمه بالشكل اللي هو يرضي العميل ويخليه كل حاجه منظمه ومنسقه بالشكل اللي هو عايزه. طبعا من الحاجات اللي احنا دايما بنحاول نوفرها ونخلي فيها التكلفه قليله، ان احنا ما بنعملش في الغرف الجبسن بورد. يعني هنا استخدمنا الطرقه جبسن بورد، عندنا الصاله هنا صاله التوزيع الصغيره دي استخدمنا فيها الجبسن بورد، وعندنا الريسبشن برضو استخدمنا فيه الجبسن بورد. طبعا ده بيقلل معاك من التكلفه شويه، وبيحاول يخلي موضوع التكلفه يقل معاك. زائد بقى بلس ان انت بقى كمان الديكورات، لو انت عملت جنب او جنبين ديكورات بتخش لك في حوالي مثلا 15000 جنيه ولا حاجه. انت طبعا كل البنود دي بتوفر معاك وبتخلي التكلفه بتاعه الشقه تقل شويه. وزي ما حضراتكم شايفين الدنيا بقت هاديه والشقه جميله ومنسقه واقتصاديه في نفس الوقت. طبعا انا في نهايه الفيديو بشكركم جدا على تعليقاتكم الجميله، وبشكر كل جروب شركه السويفي، كل المهندسين اللي شغالين معانا، كل جروب العمل، والناس اللي بترد على الرسائل، الناس اللي بترسم الديزاينات في الشقه المكتب. وبشكركم جدا على متابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.